اهلا بيكم في قناة لمسة من ايديكي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض شاورما لحمة بطريقة سهلة وسريعة جدا، وبجد طعمها خطير، احسن كتير من اللي بنشتريها من بره، او على الاقل زي اللي بنشتريها من بره بس معمولة في البيت بطعم بيتي خطير وبتتبيلة بجد خطيرة جدا، وكمان موفرة كتير عن ما هنشتري الحاجة من بره. عملنا مع بعض قبل كده شاورما فراخ، سندوتشات شاورما السوري الفراخ، وعملت معاها تومية. هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. شايفين شكل الشاورما بجد، شكلها خطير. هنعمل كمان معاها سلطة الطحينة بالزبادي، نقدر ناكلها كده او نعملها في سندوتشات زي ما احنا عايزين. واول حاجة في بولة كبيرة هنبتدي نضيف نص كوباية من مية البصل، وهنضيف ملح وفلفل اسود، بابريكا، توم باودر، كركم، توابل شاورما، ومعلقة كبيرة خل، وسكر، وتوابل مشكلة، ونص كوباية من الزيت. وهنخلط كويس كل المكونات دي مع بعض عشان الخليط كله يتجانس مع بعضه والتتبيلة كلها تبقى متجانسة. ومعانا نص كيلو من اللحمة. اللحمة علشان تستوي بسرعة لازم تكون يا اما لحمة بتلو يا اما من وش الفخدة، وقطعتها شرايح زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي انزل بيها في التتبيلة. وهقلب كويس علشان اللحمة كلها تتشرب من التتبيلة او تتخلط كويس في التتبيلة. وبعد كده هغطيها واسيبها على رف التلاجة من 4 ل 6 ساعات. وبعد كده بعد لما اخدت وقت في التتبيلة هبتدي افتحها وهقلب فيها كويس كده. وبعدين هندخل دلوقتي على النار، في طاسة على النار وتكون النار متوسطة. هننزل بمادة دهنية، وأول ما تسخن هنبتدي ننزل باللحمة زي ما احنا شايفين كده. بجد الشاورما دي ما بتاخدش وقت خالص، والتتبيلة بتاعتها بتبقى ريحتها وطعمها بجد خطيرة جدا جدا. هنقلب فيها كده علشان المية بتاعتها تنزل شوية، لان المية دي هي اللي هتسويها. اهي زي ما احنا شايفين المية بتاعتها نزلت ازاي. هنهدي عليها النار خالص ونغطي عليها ونسيبها تستوي براحتها خالص. هنبتدي بقى دلوقتي نعمل سلطة الطحينة بالزبادي. هنحتاج كوباية من الزبادي او علبة يعني من الزبادي، وهنضيف عليهم معلقتين او 3 من الطحينة الخام. وبعدين هنضيف عصير نص ليمونة، وملح، وكمون، وحوالي 3 فصوص ثوم مفرومين. وبعد كده هنخلط كل المكونات دي كويس جدا مع بعض عشان الطحينة تتجانس كده وتتخلط كويس مع الزبادي وبقية التوابل والثوم. وكده الطحينة خلصت معانا. هفضيها بس في طبق التقديم وكده تكون جاهزة. لو انتم وصلتم معايا للدقيقة دي من الفيديو اتمنى تعملوا لايك
ولو ما اشتركتوش في القناة اتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد. وبعدين معانا هنا طماطمايه صغيرة، هبتدي اقطعها كده مكعبات صغيرة. لو ليكوا اي سؤال يا حبايبي اكتبولي في الكومنتات، او لو جربتوا اي وصفة من وصفاتي اللي على القناة تكتبولي برضو رأيكم فيها. ومعايا برضو بصلاية صغيرة ابتدي اقطعها شرايح كده. كمان معايا حزمة صغيرة من البقدونس، هبتدي برضو اقطعها تقطيع ناعم او تقطيع صغير بالشكل ده. وكده الخضار بيكون جاهز. هندخل بقى تاني على النار نشوف الشاورما، خلاص المية بتاعتها اتشربت اهي، وانا دقتها لقيتها استوت خلاص، لان هي ما بتاخدش وقت، التتبيلة بتسويها وهي اللحمة اصلا ما بتاخدش سوا. هبتدي انزل دلوقتي بشرايح البصل، هي خلاص اللحمة استوت. هبتدي بقى انزل بشرايح البصل والطماطم والبقدونس اللي انا قطعتهم، وهقلبهم كده تقليبة بسيطة واسيبهم على النار حاجة بسيطة، لان انا مش عايزة الخضار ده يستوي او يتهري او يبقى دبلان قوي، لا انا عايزاه مصحصح كده، يعني يبقى فيه قرشة بسيطة كده. ده بيبقى بيدي طعم احلى للشاورما عن ما يكون مستوي قوي. كمان دقت الملح لقيت انا محتاجة ملح، فبعد ما اضيف البقدونس هضيف ملح. طبعا الملح ده حسب الرغبة، انت ممكن تكتفي بالملح اللي انت كنت حاطاه في الاول، بس هي هتحتاج سنة كمان صغيرة من الملح، وكمان عشان الخضار اللي احنا حطيناه يتملح. فهضيف الملح واقلب كده ودقيقة واحدة بس، وبعد كده هطفي. كده خلاص الشاورما بقت جاهزة عندي، خلاص هبتدي اطفي عليها بقى، وبعدين هحطها في طبق التقديم بالشكل ده. طبعا نقدر ناكلها بالعيش او نعملها في سندوتشات عيش فينو زي ما قلت لكم، او عيش كايزر. بنحط سلطة الطحينة بالزبادي الاول، وبعد كده فوقيها الشاورما، وبتكون بجد تحفة. لو عجبكم بقى الفيديو اتمنى تعملوا لايك للفيديو وشير على كل مواقع التواصل الاجتماعي، واتمنى اللي ما اشتركش في القناة يدوس على كلمة الاشتراك المكتوبة بالاحمر تحت الفيديو، ويفعل الجرس على الكل عشان يوصله اشعار بكل جديد. واستنوني في فيديوهات تانية كتير، واشوفكم على خير، وباي باي.